كل سنة وانت طيب يا حاج، وانت طيبة. وعدي بقى يومك النهاردة، عشان النهاردة أول يوم في الصيام وأنا مش متحمل. ربنا يعينك يا أخويا ويقويك. ممكن بقى تغير لي الأنبوبة علشان أعمل لكم صينية مكرونة بالبشاميل والفراخ محمرة تستاهل بقكم على الفطار؟ انت اتجننتي؟ أنبوبتي دي اللي أغيرها؟ دي بتقول لي غير الأنبوبة. أنبوبتي اللي أغيرها؟ غير الأنبوبة يا حاج. يا عالم يا هو، دي بتقول لي غير الانبوبه. انبوبتي دي اللي غيرها. انا مش قاعد لك في البيت، انا سايبها لك ونازل. قال غير الانبوبه يا حاج. قال يا حاج غير الانبوبه. يا عالم يا هو اسمعوني، بتقول لي غير الانبوبه. يا اللي بره اسمعوني، بتقول لي غير الانبوبه. انبوبه؟ انت اتجننتي؟ انت مجنونه في عقلك؟ انت حد كاتب لك حاجه جواك وبيقول لك مجنونه؟ انبوبتي دي اللي غيرها. انت حد لاعب في دماغك ولا ايه؟ انا قلت لك النهارده اول يوم رمضان ومش طايق نفسي. ابعد عني دلوقتي. قال غير الانبوبه يا حاج. يا حاج غير الانبوبه، ما بقاش ناقص ان الانبوبه غيرها. وفيها ايه بقى لما تغير الانبوبه؟ هو انت بتغيرها لحد غريب؟ انت بتغيرها علشانك وعلشان اولادك قبل زوجتك. زوجتك اللي هي واقفه طول النهار في عز الحر او البرد تعمل لكم احلى واجمل فطار بعد صيام طول النهار. فما غلطتش فيك ولا دست على رجولتك او هانت كرامتك. امال بقى هي تعمل ايه اللي بتطبخ وبتغسل وبتكنس وبتمسح وبتربي وبتذاكر وبتشيل وبتحط وبتداوي وسهرانه على طلباتكم؟ وقبل كل ده كان تعب والم ومعاناه طلقه واحده بس من طلقات حملها، وبدون مقابل دي نعمل فيها ايه؟ فاتق الله في اهلك، وخصوصا في الايام الفضيله دي، وبلاش تنكد على عيالك، لان رمضان شهر الخير والفرحه والعفو والغفران والعتق من النيران. رمضان المفروض يكون بالنسبه لك اسعد ايام عمرك، لان فيه ليله هي خير من 1000 شهر، وفي تراويح من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، وكمان يغفر لمن صامه ما تقدم من ذنبه. ده غير كمان إن لله فيه عتقاء من النار، وذلك مع كل ليلة. شهر رمضان هو الوحيد اللي بيتجمع فيه الكل وبيتلم فيه الأبناء والأهل والأحباب على صينية واحدة. فبلاش تخليه نكد على نفسك وأولادك، وبدل ما يكون شهر الخير والفرحة تخليه شهر النكد والشر. وطبعا ما اقصدش ابدا ان رمضان بيكون نكد وشر، انما انت اللي تقدر تخليه عليك وعلى اولادك اما بالخير واما بالشر. فروق كده وصلي على النبي، وبلاش تخليه شر ونكد على عيالك. وكل سنة وانت طيب. سلام.